هاد الفيديو غادي نشوفو طريقة الفصالة وخياطة فراشة ديال البلاطو باليديدة والكليسة ديال البراد، كتجي كيوت باللاواط هكايا زوينة على هاد الشكل. ديروه بحال هكا وديروهم في البلاستيكة، ديروا واحد الكمية وتبيعوهم ان شاء الله، ديروهم كمشروع مربح لهاد العيد الكبير، راهم كيتمشاو. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو للطريقة ديال التفصيل. كناخد انا هنا راني فصلت هاد القطع هادو، كناخدو جوج قطع فيهم الطول 41 سنتيم والعرض 28 سنتيم. غادي نعاودو نتنيوهم على 4 بحال هكا ونقنتوهم من الجناب باش ملي كنديروها في البلاطو كتجي يعني ما تتبقاش مربعه، كتجي هكايا دايره في ديك القنيتات بحال شكل البلاطو. المهم كتعطيها هاد الشكل زوين. نديروهم غير بالطبسيل ولا بشي مغطى ولا صافي. غادي نحيدو هاد القنيتات هادو وغادي ندوزو مباشره باش نفصلو اللاواط غنرفدو غير ديك القطع اللي فصلنا بالثوب وكنحطوهم على اللاواط بحال هكا. كنحتاجو جوج القطع ديال الثوب وحيده د اللاواط. صافي غادي نحيدو الفراشه ديال البلاطو وغادي ندوزو مباشره باش نفصلو عاود ديك قاعده البراد وديك اليده اللي كنهزو بها البراد. كناخدو غير الثوب بحال هكاك. خديت هذه اللي كنفصل انا بها دائما، فيها 18 18 سنتيم هذيك المغيطه ولا شي طبسيل. صافي وبحال يعني بحال اللي درنا في الاول، يعني كنهزو القطع الثوب نحطوهم على اللاواط ونديرو جوج القطع وسط منهم كنحتاجو وحده د اللاواط. صافي هنا كتكون عندنا البلاطو كامله، يعني فيها جوج ديال الكليسات، وحيده كنديروها في اليد البراد وحيده من التحت. وهذه الفراشه ديال البلاطو كنحتاج واحد الطريف صغير باش غادي نديرو في ديك التعليقه ديال اليد البراد. الطريقه ديال الخياطه بالنسبه للفراشه ديال البلاطو خليتها كيف ما هي ودزت معاها بسنتيم الخياطه، يعني كيف ما كانت هذيك القطعه د اللواط من التحت وجوج القطع الثوب من الفوق دزت معاهم غير بسنتيم الخياطه من الفوق صافي مع الجناب. وكنخليو فتحه منين غادي نقلبو، حيت دابا غيرجع لينا اللاواط هو من التحت، غيرجع لينا دابا في الوسط وكترجع لينا قطعه من تحت وقطعه من فوق هكا. كنفينيو حنا غير بالثوب، ما كنحتاجو لا بيه لا حتى شي حاجه بهذه الطريقه هذه. بغيتو ديروا الطريقه الاخرى غادي تشدوا اللاواط ديروه في الوسط، ديروا قطعه ثوب من تحت وحيده من واللاواط في الوسط وحيده عاود من الفوق، تثبتوها بالبانكات مزيان بحال اللي غتشوفوني دابا غادي ندير. الخدمه بالنسبه للقعيده د البراد وهذيك اليديده اللي كنهزوها بها. علاش انا ما درتش لهاد الفراشه نفس الخدمه ديال القعده د البراد واليديده ديالو، غير باش من حيت ما غاديش ندير البي الهادي باش ما تديليش البي بزاف، فهمتوا؟ باش ما تديش السلعه، حيت انا غادي ندير لها هذا، غادي ندير لها داك الدونطيل من الفوق. قلت انا بلا ما ندير لها البي عاوتاني من الجناب. داكشي علاش اختاريت ندير لها هكا. يعني ها هي غنديروا لها هاد الخطوط. بالنسبه لهاد الخطوط راهم تيجيو زوينين. شوفوا كيفاش كيجي الديكور ديالها، مشيت عليها على جوج ديال الجيه يعني في الطول وفي العرض. شفتوا كيفاش كيجيو مربعين هادوك في الوسط زوينين. صافي دابا هي راه مفينيه من الجناب، فهمتوا؟ راه غير منها فيها يعني من الثوب ديالها راه فينيناها منين قلبناها ودزنا معاها سنتيم الخياطه من الجناب، يعني راه مفينيه. هنا غنزوقوها بالدونطيل غير باش ما نديروش جوج الخدمات. ديروا خدمه وحده، يا اما ديروا الدونطيل يا اما ديروا البيي. الا خدمتوا الخدمه البيي وبغيتو تخليوها هكا اولا ديروه هكا وهكا الا درتو مشروع. صافي سالينا الفراشه ديال البلاطو. دابا ديال الفكره اللي بغيت نوصل لكم، ها نتوما هادو ديال القعيدات ديال البراد. شوفوا كيفاش درت لها. غنبداو باليديه هي الاولى اللي كتهز البراد. هانتوما كندير قطعه من تحت واللاواط في الوسط وقطعه من الفوق، دزت معاها بديك الخطوط هما الاولى. شفتوا؟ حيت فاش كنديروا الخطوط راه ما يمكنناش نقلبوا. داكشي علاش كنقول لكم انا كاينين جوج طرق. كاين الطريقه الاولى وهي اللي دارت البلاطو كتقلبوا وديروا، ممكن ديرهم حتى في هادو، غير هي هذه كتبقى اسهل طريقه صراحه دغيا دغيا. الا بغيتوا تخدموا بالبي راه هذه هي الطريقه. وباش نديروا داك الخطوط خصنا ضروري نفينيو الجناب بالبي، فهمتوا؟ صافي دزت معاها هذيك كامله ديال هاد اللي داد البراد راه ما تنسدوش حتى الاخر لا بالدونطيل ولا بالبي، ضروري كنخليو ديك البلاصه اللي غدوز فيها الخياطه، يعني ما عندكم لاش غتضيعوا فيها السلعه. بالنسبه للبي تبتو مزيان خلاص، راه كديروا له غير خيطه وحده كيدوز كنفيني من تحت ومن الفوق وصافي. وتندوز من فوق من الخياطه فين درت البي كنديروا الدونطيل. كيجي حتى هو صراحه كيوت زوين، عاطي واحد الديكور هكايا زويون. هذيك اليديده هذه التعليقه الا بغينا نعلقوها هكا في شي مسامير ولا شي حاجه كنعلقوها منها كتجي عاطيه واحد الشكل زوين. دابا ندوزو لنفس الطريقه عاوتاني للقعيده د البراد اللي تتجينا من التحت، حتى هي غادي نديروا لها الخطوط. حيدوا هاد الزوائد دائما ضروري باش نفينيو باش نجيبوا البيين نخدموا به في الجناب نكونوا محيدين هذوك داك الشيء اللي كيبقى خارج لينا هكا د اللاواط وهذا. صافي هذه كنسدوها خلاص حتى الاخر، هذه لا بالبي ولا يعني البي ديك البلاصه مني بدينا فين كنسالي وكنجيبوا الاخر نركبوه فوق منه ونفيني وصافي ما كيبقى باين حتى حاجه. نجيبوا الدونطيل دابا ونديروا نفس الطريقه عاوتاني من الفوق، غير هو الدونطيل حيت دائره باش كنكونوا غاديين كندوروا كنبقاو غاديين وكنتني واحد نص سنتيم باش كيجينا داير. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيجيو فيها ثلاثه البياسات بحال هكا كتجي صراحه زوينه بزاف. ديروا اللوينات
ها نتوما شفتوا البلاطو كيفاش كتجي فيها، يعني واخا تكون بلاطو دميكا وتحطي فيها ما تخافيش نهائيا. وممكن ديري غير ديك الفراشه ديال البلاطو وهذيك اللي ديال البراد يعني كافيه بلا ما ديري الاخرى، غير المهم كيمشيو بثلاثه هادو. كنديروهم في هاد السلوفان هذا، ديروا اللوينات وديروا بزاف وبيعوهم ان شاء الله، راهم كيتمشاو في هاد العواشر. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. خليوا لي الاراء ديالكم كيفاش جاتكم، وخليوا لي واحد لايك الا عجبكم الفيديو طبيعه الحال، ونخليكم على خير.